السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معاكم النهاردة وصفة جميلة وسهلة وبسيطة. مكوناتها سهلة، موجودة في كل بيت. لو حتى عندك مثلا بواقي بيتزا أو كده ممكن تعمليها بيها. ممكن الوصفة دي تنفع فطار أو غدا أو عشاء أو جو آخر الليل. هي وصفة بسيطة وسهلة وجميلة. هي نتيجتها معانا في الآخر بتبقى بالشكل ده، حلوة جميلة، خفيفة على القلب، يحبها الولاد، مقبولة. إيه، ما بتاخدش وقت. لو في يوم مثلا الواحد وراه شغل ولا كده بيعملها سهله وبسيطه. معايا مكوناتها هنا، هو 3 حبات بطاطس، اخدت 2 قشرتهم وعملتهم حلقان بالشكل ده. وعملتهم رقات رقيقه جدا، بحيث ان انا هاخدها تشويحه في الزيت. ما تبقاش معايا يعني تاخد وقت ولا كده، فهتشوح حاجه بسيطه يعني تاخد بس صدمه كده. هعملها بالرقه دي كده زي ما انتم شايفين كده، حتى ايه رقيقه خالص اهي شفافه. معايا الحبايه اللي باقيها هقطعها بالشكل ده مكعبات صغيره واسلقها إيه لحد ما تاخد السوا الكافي بتاعها، واصفيها من ميتها واحطها في بوله. واضيف بقى، اجي بقى هنا على الشرايح اضيفها ادح معلقتين زيت، معلقتين مش اكتر يعني. انا الزيت بسيط جدا، هي الشرايح رقيقه اهيت. وحتى كمان يعني ايه تحس ان هي ايه الزيت مش محصل نصها، بس هي الكاميرا كده ايه جايباه اكنه كتير. لكن والله الكميه دي انا فضيتها تاني في في ازازه الزيت اللي بركنه. قعدنا اشوح فيه كده بالشكل ده، يمين وشمال. لا مؤاخذة، يمين وشمال، فوق وتحت. معلش بقى اعذروني يا جماعة، الفيديو ده دوخني. نزلته مرة على القناة وباظ، ورجعت نزلته تاني، اتحذف منه مقاطع، رجعت نزلته من اول وجديد تاني، فسامحوني يعني. اصعب فيديو والله العظيم مر عليا. اهو كده هي خدت كده لون كده ذهبي كده. انا مطوله شويه معاكم وبتكلم علشان خاطر ايه تشوفوا انا شكلها، انا بعملها بطلعها شكلها ايه، عشان خاطر ايه تبقى الوصفه كامله. هي عن تجربه والله العظيم، كلها جميله جميله بكل تفاصيلها والله العظيم، وبسيطه. هنا اهوت اهو هطلع دول كده بقى، وايه مش مهم نحطها على مناديل تنشيف، لان مش هناكلها طبعا مباشر، فمش مشكله، المهم كده كده مش واخده زيت. هاجي بقى هنا على المكعبات البطاطس اللي صفيتها، احط عليها معلقتين بسطرمه. طبعا هم شكلهم كتار كده، بس انا يعني حتى حوالي معلقه ونص واقل كمان. حوالي قرن الا ربع كده فلفل اخضر، لو عايزين حابين تكتروا كتروا. معايا نص فلفلايه الوان اصفر. معايا هنا معلقتين زيتون. على فكره الطبق ده صغير قوي اللي بعاير بيه ده. يعني المكونات دي كلها بسيطه جدا وبتدي كميه حلوه برضو. دي كلها مكونات بيتزا باقية عندي، يعني مش طالعة شارياها مخصوص ولا كده. كل ده موجود بفضل الله عندي في التلاجة، باقي من البيتزا اللي كنت عاملاها. حطيت 4 بيضات بالشكل ده. هو اللي غالي معايا بس هو البيض فسامحوني بقى. يلا بقى، ما عادش حاجة دلوقتي نقول عليها غالية ورخيصة، بقى كله بقى زي بعضه. معايا نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كبيرة ملح، معلقة أكل كبيرة لكن نص معلقة الفلفل الأسود الصغيرة. والراي طبعا الزيتون والبسطرمة فيهم ملح. معايا هنا كوباية لبن حليب، حطيتها بالشكل ده، كنت لسه غلياه. يعني لو باردة او كده مش مشكلة، لكن انا عشان ما كانش عندي متوفر في التلاجة فطلعت من الفريزر وغليته. هقلبه بالشكل ده، احط عليه معلقة دقيق. دي معلقة اكل كبيرة دقيق. هي تبان كبيرة الدقيق كتير، لكن هو مش كتير. لو السائل معاك محتاج اكتر من كده زودي، كل طبعا على حسب ما ايه ما العين شايفة. مع حطيت عليها حوالي ربع معلقة، ربع واقل من ربع كمان، هي نطرة. اقل يعني حوالي ربع معلقه او اكتر سنه بسيطه بيكنج باودر، عشان طالما في دقيق لازم يبقى فيه بيكنج باودر عشان خاطر يديني ارتفاع، وما تبقاش مكتومه، تبقى هشه، وتبقى يعني خفيفه يعني في الاكل. هنا سايح كده مكعب زبده بالشكل ده، وارص البطاطس بتاعتي حلقات واحده جنب واحده جنب واحده لحد ما اكمل قعده البطاطس. اذا بتزقاي انا كملتها كده بالشكل ده. كمان انا اسفه اتحذف مني المقطع ده للاسف، مانيش لاقياه في المقاطع. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي بالخليط كله، افضيه بالشكل ده، واهز برضو الصينيه كده، وايه اتاكد ان هو ملى الفراغات اللي بين البطاطس علشان يتماسك من تحت، يعمل قاعده
تمسك البطاطس من تحت تطلع زي قاعدة البيتزا كده، او قاعدة عجينية، تبقى متماسكة زيها زي البيتزا الدقيق، زي قاعدة زي اي قاعدة. هغطيها بالشكل ده واسيبها على النار 3 دقايق كده على نار متوسطة تشكشك بس كده، تمسك على الباد يمسك فيها. هطلعها من الفرن بعد تلت ساعة، ما خدتش والله خدت اقل من تلت ساعة، هتطلع لي بالشكل ده وبالارتفاع ده كده. انا طلعتها من الفرن مستوية، هتطلع لي بالشكل ده. حطيت عليها شوية جبنة موتزاريلا، لو متوفر جبنة موتزاريلا حطي، مش متوفر مش مشكلة خالص. انا حطها بس للشكل بس، عشان لما احطها تحت الجريلا تديني شكل حلو. هي كده كده الجبنة موتزاريلا ملهاش طعم. هتطلع بعد ما كده دخلتها الجريلا شوية، حوالي مثلا 5 دقايق 10 دقايق على حسب ما تاخد معاكي اللون. اخدت اللون بالشكل ده وبقطعها بالشكل ده. والله يا جماعة والله انا كنت عاملاها للفطار نفطر بيها، تغيير. لقيت نفسي قلت لا، انا كده اشوف اللي ورايا وايه واخليها غدا. وفعلا الحمد لله والله حطيتها جنب حبة خضار وكفت. شايفين ارتفاعها وجمالها وتسويتها، واخده اللون الذهبي اكنها شكل الفطير من تحت. ما شاء الله جميله ومكوناتها جميله، ولا ريحتها وطعمها اقسم بالله خطيره خطيره، تفتح النفس، مشهيه وكلها فوايد، والولاد بيحبوها. انا ولادي بيحبوها جدا، لو عملتها لهم كل يوم فطار او عشاء هتبقى جميله. هيحبوها مش هيعترضوا عليها والله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. هي كده بالشكل ده اهوت. حطوا لي لايك واشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.